السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ طبعا بما ان الفيزياء عامله عقده لمعظمكم ومعظمكم كان بيشكي منها بشكل خاص. فانا بما ان انت خلاص في المراحل النهائيه فانت قدامك دلوقتي بتاع حوالي 20 يوم على الامتحانات، قصدي قبل ما تبدا الامتحانات بتاعتك والمواد اللي مش مضافه والكلام ده. فتعال اقول لك بجد ال 20 يوم دول ازاي تظبط فيهم الفيزياء بشكل خاص كده ايه ونظره عامه على المواد كلها، ولكن الفيزياء بشكل خاص، وازاي بجد تظبط الشوامل في الفتره دي، لان انا والله كان عندي مثلا الفيزياء دي كانت عقدتي، والله ما ظبطتش غير في المراحل النهائيه، والفضل الاكبر طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كان بسبب الشوامل اللي هي ظبطتني في الفيزياء. فيعني ايه، كمل معايا الفيديو كده، انا هقول لك تعمل ايه في كل فصل، وازاي تجمع كل فصل كده سريع من غير ما تقعد تاخد في كل فصل 30 ساعه مذاكره، وبعد ما تدخل على الشوامل تعمل ايه بالظبط عشان تظبط ان شاء الله. فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي جايه. بص، مش حابب ان انا اقعد اقول لك ايه كلام كتير كده وان الفيزياء صعبه، لان هي فعلا صعبه وكتير منكم بيشكي منها، فالطبيعي ان اي حاجه صعبه انت محتاج ان انت تدي عليها شويه، مش من مجرد ان انت ايه عندك فيزياء صعبه فخلاص والله انا مش هحلها. ما انت لو سبتها انت كده اصلا مش هتعرف تعمل حاجه وهتفضل صعبه زي ما هي. فاول خطوه بجد ان انت عندك مشكله في الفيزياء ومش عارف تحل فيها، استغل الفتره دي الاهتمام الاكبر للفيزياء. طبعا مش قصدي تهمل في المواد التانيه، ولكن ادي الاهتمام الاكبر للفيزياء. اي ماده انت عندك فيها مشكله ابدا فيها ايه واستغلها الفتره دي ودوس عليها جامد جدا. بص، انت خلاص ايه شبه ان انت خلصت المراجعه الجزئيه، سواء خلصتها دلوقتي او هتخلصها بعد كام يوم. خلينا نتكلم كده، انا عاوزك من يوم 1/6 لحد 15/6، الاسبوعين دول انا عاوزك تستغلهم حل شوامل الفيزياء بس. طبعا مش قصدي ان انت تسيب المواد التانيه، لا، قصدي يعني ايه تدي اهتمام اكبر للفيزياء. بص يا عم كده، كل يوم هتحل من شاملين ل3 فيزياء. انا عارف ان شمال الثلاثه فيزياء ده مش قليله وكتيره كمان، انا كنت بحل احيانا واحد ويمكن اتنين بالكتير قوي، ولكن بما ان انت زي ما بقول عندك مشكله في الفيزياء فانت محتاج ان انت تضغط عليها يا عم وتحل شامل. بالظبط هتلاقي نفسك حليت بتاع حوالي 25 ل 30 امتحان في شامل الفيزياء. والله انت ال 25 شامل دول هيكون بمثابه يعتبر مرجع ليك في الفيزياء كده لوحدهم، هم دول اللي هيفرقوا في مستواك لو انت فعلا مشيت على الحاجات بتاع حل الشوامل بتاع الفيزياء زي ما انا بقول لك. بص، خلينا نتكلم الاول كده وانت بتراجع دلوقتي، سواء انت خلصت مراجعه او ما خلصتش، انا مش عايزك تقعد ترجع لكتاب الشرح التاني 200 مره، كتاب الشرح كبير جدا وهيوترك كل ما انت تقعد ترجع، وهياخد من وقتك كبير جدا. والفيزياء مش محتاج لها شرح شرح شرح، لا، الفيزياء اول حاجه انت محتاج تعملها بجد في كل فصل انك تمسك الفصل كده ايه وتجمع قوانين، بجد والله العظيم حته القوانين دي هتفرق معاك جدا وفرقت معايا. انا جيت ماسك الفصل الاول وجيت كاتب ايه القوانين بتاعته، الفصل الثاني والقوانين بتاعته، الثالث والقوانين بتاعته. طب يا عم انت مش عارف تقعد تكتب الكلام ده، فانا هبعتها لك على التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعه في الكومنتات، فانا هبعت لك كل ايه التجميعات بتاع القوانين اللي انا كنت كاتبها. فانت اكتبها كده جنبك في كشكول، وابعد عنك كتاب الفيزياء اصلا، وحط هو ده الكشكول اللي جنبك، بحيث ان انت اي حاجه انت تحتاجها هترجع للكشكول ده، مش هتقعد ترجع ايه للكتاب تاني. تاني حاجه كده استكمالا للتلخيصات، فانا عاوزك فعلا تذاكر الفتره دي بالتلخيصات كتير جدا. تعالى كده بعد كل فصل انت مثلا استمعت شرح واكتب زي ما قلت كده، اكتب لك قوانين الفصل الثاني، وتعالى مثلا بعد القوانين دي كده خلاص جمعت كل القوانين بتاع الفصل، اكتب معظم الكلام النظري اللي انت تحتاجه. يعني اكيد الفيزياء مش مجرد قوانين، في كلام نظري كده في النص انت بتحتاجه، يعني مثلا التوصيل على التوازي يماثل زياده في مساحه السطح، واي كلام نظري عموما انت حاسس ان هو يفيدك في الحل، وابدا اكتبه كده على هيئه ايه معلومات 1 2 3. هتلاقي نفسك والله جمعت كل فصل في حوالي 4 5 ورقات، والله بجد دول هيفرق معاك جدا 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 بالذات ليالي. حابب اوريك اهو، ده كده الفصل الاول، انا كنت كاتبه يعتبر في 4 صفحات في حين ان هو كان مشروح في 30 40 صفحه. فانا عاوزك تدرك النقطه دي وتعمل كده تلخيص على السريع، بجد يفرق معاك. حاجه كمان تعملها في الفيزياء قبل ما ندخل دلوقتي على الحل بتاع الشوامل، الا وهي ان انت وانت بتراجع تراجع بالاولويه شويه، وتكون مدرك كل فصل ايه تذاكره ازاي. يعني ما تروحش مثلا تدي الاهتمام الاكبر للفصل الاول وتسيب حاجه زي الحديث، لا، خليك واعي بالله عليك. الفصل الاول يعتبر من اقل الفصول اللي عليها درجات، فانت والفصل الاول مش محتاج برضه انت تقعد يعني ايه تدي مجهود كبير جدا جدا فيه. الفصل الاول والله يتلخص في 3 4 قوانين وقانون كورشف وخلاص على كده، بعدها تدخل على الحل بتاعه. مش عايزك تسيب حاجه زي الحديثه كبيره جدا وتمسك في الفصل الاول. وطبعا لو هنجيب الفصول من حيث ايه الدرجات او من حيث الاولويه الاكبر، فهي الحديثه عليها بتاع تلت الامتحان، فانت لازم تكون مكحرت الحديثه زي ما قلت. الفصل الثالث عليه برضه درجات كبيره جدا، بعد كده يعتبر الفصل الرابع، بعد كده يعتبر الفصل الثاني والاول يعتبر شبه زي بعض. دول اول كام خطوه بجد ساعدوني قبل ما ادخل على الشوامل ايه ان انا الحمد لله اظبط فيها. طب خلاص يا عم دخلت على الشوامل بدات احل، عايزك وانت بتحل كده ايه تمسك الشوامل تحل شامل واتنين، وبعدها ما تعملش اي حاجه، يعني ما تقعدش مثلا تصحح الاجابات دلوقتي، لا، وانت بتحل الشوامل بالذات بتاع الفيزياء لو انت كنت بطيء في الحل زيي، حل بتايمر بجد والله هيفرق معاك جدا جدا. وانت دلوقتي بتحل الشامل حوالي 46 سؤال، اقعد جنبك كده واظبط ايه التايمر بالكتير جدا ساعتين، وحط جنبك الساعتين دول، ويعني ايه اقفل الباب وما تخليش اي حاجه توترك، واقعد في الساعتين دول حل كده الشامل، هتلاقي نفسك الحمد لله بجد مع التعود، هتلاقي نفسك بجد والله مع الشامل واثنين وثلاثه من شهر 6 زي ما قلت لحد نص 6، هتلاقي نفسك بجد خلاص عقلك اتعود ان انت بتحل الشامل الفيزياء في ساعتين بالكتير جدا وكمان اقل. طيب الحمد لله دخلت على الشوامل والحل،
لقيت نفسك غلطت قد كده وانت بتحل، انا عاوزك تركز شويه، تعصر دماغك جامد جدا جدا في السؤال. طب يا عم والله انا جيت في الاخر برضو وجيت بعلم الاسئله، فلقيت في اسئله كتيره مثلا كنت غلطان فيها. الاسئله دي بقى اسمع مني بقى، اي سؤال يقف معاك علم عليه كده بقلم هايلايتر، ولو تعرف تكتبه اكتبه. هتكتب والله الشامل الاول المعلومه 1 2 3 4. انا كنت بعمل كده، ومع كثره الشوامل اللي انا حليتها، وانا زي ما قلت لك ان لو انت مشيت على الكلام اللي انا قلت لك فانت تحل حوالي 25 او 30 شامل في الفيزياء. فلو عملت كل خطوه زي ما قلت لك في ال 25 شامل دول، والله بجد هيفرق معاك جدا. بعد ما تخلص حل الشوامل وتصح الاجابات اللي عندك، ادخل على اليوتيوب كده واكتب ايه حل مثلا شامل مثلا الثالث كده من الامتحان، وابدا شوف المستر بيحل. ما تقعدش تسمع الشامل كامل بالله عليك، انت حل معظمه اصلا صح، احنا بنتكلم في الاسئله اللي انت غلطان فيها. تعالى اسمع الاسئله اللي انت غلطان فيها، وزي ما قلت اول خطوه ان انت تتعلم عليها بحيث ان انت تعرف ترجع لها تاني في ليله الامتحان. اسمع المستر ده حل السؤال ده ازاي، يعني دخل في المساله ازاي وانت ما عرفتش تدخل فيها. طب كان ناقصك قانون مثلا واشتقه، اكتب القانون اللي هو اشتقه منه. طب كان ناقصك معلومه، اكتب المعلومه دي. طب السؤال نفسه كانت فكرته جديده، اكتب الفكره دي. والله بجد يا جماعه الحاجه دي من اكتر الحاجات بجد اللي فرقت معايا في الفيزياء. هتلاقي نفسك مع تكرار الشوامل زي ما قلت هيفرق معاك الحته دي، لو انت استغلت كل سؤال انت بتغلط فيه بالطريقه دي. حاجه كمان عاوز اقولها لك هتفرق معاك جدا، لو في فصل معين حاسس ان هو عامل لك عقده خلاص، وانت يعني عملت مهما تعمل وبرضه انت مش عارف ايه تحل فيه. زي هفرض مثلا انا كان عندي الفصل الثالث صعب، فحاولت فيه كل المحاولات، فلا تقعد تذاكر من اول وجديد، لا بالله عليك ما تعملش كده، خلاص انت ذاكرته مره واثنين. زي ما قلت اعمل بس حاجه انت تجمع القوانين ومعظم الكلام النظري. تعالى بقى عند خطوه مهمه جدا، اكتب كده الفصل الثالث، اكتب والله ايه حل اسئله على الفصل الثالث فيزياء. يظهر لك مستر محمد عبد المعبود، مستر محمود مجدي، دكتور كرولوس، اي حد فيهم ايه كان حلل على الكلام ده. هتلاقي حلل مثلا بتاع 100 سؤال على الفصل ده. اقعد اسمع الفصل ده بجد والله، اقعد اسمعه، ومش قصدي تقعد تسمع كده ايه انت مش عارف تسمع فيروز، لا انا عاوزك تقعد وانت قاعد بتسمعه كده تكون جنبك كشكول وهو بيكتب السؤال، يعني تشوف هو بيحله ازاي. والله لو الفكره جديده تكتب الفكره دي، هتلاقي نفسك هو مثلا حل 100 سؤال، انت طالع بشويه افكار كتيره، فمنها انت اتحل قدامك 100 سؤال مثلا على الفصل ده، فانت بالتالي المفروض تكون خلاص اكتسبت 100 فكره جديده، 100 صيغه من الاسئله. فانت لو جيت تحل على الفصل ده بجد والله هتلاقي بجد غلطتك في الفصل ده بتقل. وانا مش حابب ان انا ازغفك، ولكن بجد معظم السنه اللي فاتت كان جايبين 30 من 60 في الفيزياء، مش عارف ليه الدرجه دي. وكان كتير بيتكلم على امتحان الفيزياء صعب، وبما ان امتحان الفيزياء ما كانش اللي هو صعب اوفر ولا الكلام ده. فانا عاوزك عشان تظبط الحته دي، انا وهي بجد الحل الكتير، والله بجد ما في حاجه هتظبطك في الفيزياء ان شاء الله غير الحل الكتير. انا واحد بكلمك زي ما قلت كان عنده عقده من الفيزياء ما ظبطوش الحمد لله غير الحل الكتير. فزي ما قلت استغل من 1 6 كده لحد نص 6، حل شوامل كتير 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 في الفيزياء، كتير اوفر يا عم. يعني انت لو تعرف تحل من دلوقتي كده استغل بقدر الامكان في الفيزياء. كمان نقطة مهمة، ما تخليش شوامل معينة ليلة الامتحان، ما تقعدش تأجل حاجات ليلة الامتحان. يعني عندك حوالي 12 امتحان شامل بتاع السنين السابقة، السنوات السابقة دي ما تقعدش تسيبها لها لحد ليلة الامتحان، دي أهم امتحانات لازم تبدأ بيها دلوقتي. يعني والله أنا هبدأ من 1 6 أهو، هاخد لي 3 4 امتحانات شاملة منهم. بعدها مثلا تاني يوم ممكن احل في كتاب الامتحان، تالت يوم احل امتحانين 3 4 تاني من السنين السابقة. عشان لو انت قعدت سايب السنين السابقه ليله الامتحان هتلاقي نفسك بتاخد على دماغك وتلاقي نفسك في افكار جديده انت بتكتسبها ليله الامتحان وانت مش حامل ده طبعا. وكذلك في نماذج استرشاديه نزلت لكم، فالاهم شوامل انت لازم تحلها هي نماذج الاسترشاديه والسنوات السابقه، وتحلل كل سؤال منهم وتشوف هو كان رايح فين وجاي منين، وتعمل زي ما انا قلت لك في الاول الفيديو. كل الكلام ده انا بكلم واحد ايه سمع شرح الفيزياء مره واثنين وثلاثه وهو مع ذلك عنده مشكله في الحل. ولكن انت اصلا لو في اجزاء معينه وقع منك خالص ومثلا انت ما ذاكرتش او الكلام زي كده، فبرضه نفس الموضوع اكتب ايه انا في فيديو مثلا للحديث زي ما قلت لك عاوزك تذاكر بالاولويه الفتره دي، فالحديثه هي تلت الامتحان. طب انا ما ذاكرتش الحديثه، في فيديو من مستر محمود مجدي انا هسيبه لك اهو، يبقى روح اسمعه لو انت الحديثه وقع منك. هو كان شرح الحديثه كلها في 4 ساعات، وبجد انا سمعت الفيديو ده كان مجمع قوانين الحديثه ومظبط لك الحديثه جدا جدا. وبس طبق الكام حاجه دول بجد والله وان شاء الله هيفرقوا معاك جدا جدا. وانا والله ما فيش بجد حاجه الحمد لله عملتها اكتر من كده، ومع ذلك الحمد لله الفيزياء ظبطت معايا. ولكن انت المتسرع وعاوز نفسك تظبط في الفيزياء دلوقتي، انا كان عندي مشكله في الفيزياء فخلاص كنت تاقلمت ان انا الفيزياء هتظبط معايا، ولكن هتظبط معايا بعدين. فما تفضلش مثلا تعمل في الفيزياء دلوقتي وعايز تظبط لوحدها، اعمل الكام خطوه دول واديها الاولويه الاكبر بما ان انت عندك مشكله فيها وهتلاقيها ظبطت ان شاء الله. وبس اشوفك في فيديو جديد، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجايه. سلام.